ماسكة الفلافل. والله ما أزكى الفلافل. اليوم بدنا نعمل فلافل على الطريقة الغزاوية وبأقل الإمكانيات، لأنه الوضع عنا في غزة للأسف الشديد لازم نستخدم في كل أكلاتنا أقل الإمكانيات. طبعا نقعنا الحمص قولوا من الصبح للعصر، وطبعا أنا ضفت عليه علبة بازيلا معلبات إنه عشان يصير فيه هيك خضار في الفلافل وشوية زكاوة. وبعدها بعتنا الحمص للخرط، كل نص كيلو ب6 شيكل. تمام. وهيك جبنا هدول البهارات طبعا لانه الفلافل يحتاج الى بهارات شوية طبعا. وهنا حطينا التوم المطحونة لانه اللي بيشتري ضرس تومة كأنه من الطبقة المخملية والغنية عنا. وهذه دقة الفلافل لابد منها لانها بتعطي نكهة جميلة جدا ولذيذة للفلافل، حتى لما تقلي ريحته بتكون كتير جميلة. وهذه بصل مطحون. تمام. بودرة بصل. احنا لازم نخرط البصل، نجيب بصل راس بصل ونخرطه مع الفلافل عشان يكون أزكى. ولكن للأسف الشديد البصل عندنا أغلى من البني آدم في غزة، أقسم بالله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الآخر يا جماعة هذه الكمون لأنه بقوليات وبيعمل نفخة الحمص، فلازم الكمون. ورشة الملح، وينك يا رشة الملح؟ وهاي رشة الملح. المهم في حدا لازم يشارك معاي، ما بقدر انه ما يشارك معاي. شفتوا النسناس الصغيرة تبعتنا لازم تشارك، اصبروا بتشوفوا مشاركتها. وبعد ما نحطها البهارات اللذيذة والله العظيم البهارات غالية، ديروا بالكم. والله شفتوا النتف هذول كل نتفة ب5 شيكل، كل رشة هذول اللي رشيتهم كله ب5 5 5 5. شفتوا هاي لازم تشارك، ما بتقدر حتى لو بدها توش الملح لازم. والحمد لله على كل حال يا جماعة، يعني المهم ناكل فلافل. ايش الواحد بده يعمل؟ أكلة كلفتنا مبلغ وقدره، تخيلوا هذا. والحمص عندي يعني مش حسبالكو سعر الحمص. أوضاع قاسية وصعبة، ونضلنا نحرك في هالفلافل وما بتقدر لازم تحط بصمتها يمنى. لازم نحرك في الفلافل لحد ما كل البهارات تتجانس. ويا عيني على حلاوة الفلافل. شوفوا كيف بيطلع. انا ماليش تقولوا لي جيبي قالب وقعد اعملي في لا، في مغرفة الرب شايفين هذا، هي بتطلع احلى من قرص الفلافل تبع قولوا معاي تبع هذه مش عارفه ايش بيسموها. المهم بيعملوا فيها فلافل هوب علشان نعمل احلى قرص فلافل. المفترض يعني انا ما كنتش هيك بدي، لا ما زبطت. ايوه ها هيك زبطت. يا ويلي على الفلافل، عن جد ما أزكى الفلافل، أقسم بالله طلع خرافي. لازم تحطوا رشة كربونة قبل ما تقلوه يا جماعة الخير. نسيت أصور لكم مقطع رشة الكربونة. كل نتفة بدكم تقلوها بترشوا عليها هيك رشة كربونة عشان تقلوها. تمام. مش كل نتفة كل نتفة. طب يلا ها ما زبطت. يلا تعالوا عقولة يومنا. وأزكى صحن فلافل. لا بيعجبناش زي هيك الفلافل، ما بدنا اياه زي هيك. كيف بدك اياه يا يمنا؟ شوفوا كيف بيعجبني الفلافل. لازم تحضيرات طارئة للفلافل. شفتوا الفراشيح؟ هاي الفراشيح لازم اعمل لاولادي الفراشيح، هذه اسمها فرشوحة فلافل. لازم اعملهم الفرشوحة اللي هو الرغيف الرقيق، ونملي فلافل وسلطة بندورة وفلفل احمر، اهم اشي الفلفل الاحمر. ونعمل فرشوحة الفلافل اللي بتنزل على القلب مش على المعدة. والله. ويا حبايب الله وقلب ام يمنى، لا تنسوا تشتركوا في قناة يمنى الغزاوية الجديدة، وجودكم بهمني كثير. جماعة الخير لا تنسوا الاشتراك في قناة يمنى الغزاوية الجديدة، اختكم حبيبتكم واللي غالية عليكم انا عارفة كثير، والله يسعدكم.